لقيتها بتقولي تعالى ادخل معايا، انا عايزاك تبقى معايا جوه وكده. انا احمد، انا بشتغل مهندس، بشتغل في شركة كبيرة، شركة مقاولات في القاهرة. انا متجوز كده من تقريبا 7 سنين، واحنا عايشين في بلد ارياف كده. البلد دي قريبة تعتبر من القاهرة، بس يعني لينا شقة كده في القاهرة وكنا قاعدين فيها. الشقة دي بس لسه بنوضب فيها شوية اوض لانها لسه مش جاهزة ولا لسه كاملة. بيقول انا بعد ما اتجوزنا انا بيتنا اللي في البلد ده، وبقيت الشقة فاضية، وانا اللي بقعد فيها لوحدي. يعني لما بروح شغلي بضطر ان انا اقعد في الشقة اللي في القاهرة دي بحكم انها قريبة من شغلي. وانا متجوز الاخت الكبيرة ل3 بنات، واخت مراتي كان عندها كده فاتحة محل تحف وبراويز، وكانت دايما في اغلب الاوقات بتروح هي وجوزها علشان يجيبوا طلبات للمحل دوت. كانوا بيروحوا دايما القاهرة علشان يشتروا شوية حاجات. انتوا عارفين يعني لما واحدة بتفتح محل في الأرياف وكده بتضطر ان هي تروح القاهرة علشان تشتري حاجات من التجار. وفي يوم من الأيام وانا رايح الشغل الصبح بدري كده وخارج من البيت، احنا ساكنين في بيت في الأرياف، بيت العيلة زي ما قلت لكم في الأول. فكنت خارج الصبح كده الشغل علشان رايح الشغل بدري. فكنت خارج بالعربية ومعدي كده على موقف العربيات، لقيت اخت مراتي واقفة، وكانت واقفة يعني قدام عربية ميكروباص. فقلت لها في ايه وانتي رايحة على فين كده بدري؟ قالت لي ده انا رايحة القاهرة علشان اشتري شوية حاجات للمحل وكده. قلت لها طب ماشي، ما انا كمان رايح القاهرة ورايح الشغل بتاعي، ما تيجي تركبي اوصلك في طريقي. فلقيتها فرحت كده وركبت. فسألتها امال انتي جوزك فين ومجاش معاكي فين؟ مجاش معاكي ليه يعني؟ اشمعنى رايحة لوحدك؟ قالت لي ده انا جوزي في شغل يعني برا البلد وكده ومشغول وهيجي بعد يومين. وسألتني هو انت هتروح وهترجع يعني ولا هتبات هناك؟ فانا قلت لها لا انا هبات، لان انا ببقى مرهق من الشغل وتعبانه قوي ومش عايزه ارجع يعني في نفس اليوم وكده لاني بتعب من السواقه. فلقيتها بتقول لي انا اصلا زهقانه قوي يا احمد. قلت لها مالك بس، انتي ايه اللي مزهقك يعني؟ هو في قمر؟ في حد يزعل القمر ده؟ فلقيتها كده بصت لي وقالت لي هو انت لازم تروح الشغل النهارده؟ قلت لها اه اكيد انا ورايا يعني شغل كتير وكده. قالت لي اصلا انا يعني ممكن ما اشتريش حاجات النهارده لاني متضايقه وتعبانه وزهقانه قوي. قلت لها امال انت خرجتي ليه؟ مش انت خارجه علشان تشتري حاجات للمحل؟ قالت لي مش مشكله، بس انا حاسه ان انا مودي مش معايا ومتضايقه قوي. وبدات كده تسالني اسئله غريبه زي هو انت بتقعد لوحدك في الشقه بتاعه القاهره دي؟ وهي الشقه شكلها ايه؟ وانا كان نفسي في يوم من الايام ان انا اشوفها وكده. وهي بتتكلم وانا في دماغي يعني دماغي كانت بتفكر في كل كلمه هي بتقولها لي. ولقيتها بتبص لي كده وبتقول لي انا جوايا كلام كتير قوي نفسي اقوله لك ونفسي احكيه لك، بس مش عارفه اقوله لك ولا لا، انا متردده. لاحظت كده ان هي بتحكي لي بطريقه غريبه. قالت لي لا مش هينفع ان انا اقولها لك. قلت لها طيب طالما انت متضايقه قوي كده تعالي نروح كافيتيريا وتحكي لي. قالت لي انت بتهزر صح؟ قلت لها ليه يا بنتي؟ قالت لي انا بقول لك جوايا كلام كتير، كلام مش محتاج ان احنا نقعد في كافيتيريا ونتكلم. وبعدين انا يعني ما ينفعش، انا لابسه لبس ما ينفعش اقعد بيه في مكان عام وكده. قلت لها طب انت عايزه يعني ايه دلوقتي؟ قالت لي انا بصراحه عايزه اجي معاكي الشقه، عايزه اروح معاكي الشقه وكده، عايزه احكي لك براحتي كده ونقعد نتكلم براحتنا. قلت لها ده الموضوع كبير بقى. قالت لي قوي وانا نفسي احكي لك المواضيع دي من زمان. قلت لها طيب استني هتصل على الشغل كده واستأذن واشوف هما محتاجين ان انا اروح النهارده ضروري ولا لا، ولو احتاجوا حاجه او اتصلوا عليا هروح لهم. فالمهم اتصلت على ناس في الشغل كده يعني واستأذنت ان انا هاخد اجازة النهاردة ومش هروح. واخدتها ورحت على الشقة زي ما هي طلبت. واول لما دخلت كده لقيتها قاعدة تلف في كل حتة في الشقة. قلت لها ايه انتي عجبتك؟ عجبتك الشقة ولا ايه؟ قالت لي قوي، تعرف ان انا بحلم من زمان قوي ان انا اجي الشقة دي. قلت لها يا سلام، اشمعنى يعني نفسك تيجي الشقة كده؟ آه لقيتها ردت عليا وبتقول لي اصل في يوم من الايام كنت قاعد معانا وسمعت ابوك وهو بيقول انك مخلي الشقة دي زي الفيلا، وكمان كان نفسي اعرف ان انت عايش لوحدك فيها ولا حد معاك يعني عايش. قلت لها ودلوقتي عرفتي؟ طب هو انا يعني ينفع ان انا اجيب واحدة يعني غير اختك؟ هو انت اختك هتسمح لي؟ ده انت اختك كانت بهدلتني، ده كانت خلصت عليا. فلقيتها بتقول لي امال فين الحمام؟
انا عايزه ادخل الحمام كده. شاورت لها عليه ودخلت الحمام، وانا بقى قعدت بره في الصالون وكنت قاعده عماله افكر في كلامها، ويا ترى هي عايزاني ليه يعني؟ وبعدين هي ليه ما اتكسفتش يعني ان هي تدخل معايا شقه لوحدنا يعني؟ ده انا يعني جوز اختها، المفروض ان هي تتحرج مني شويه او تتكسف شويه. فقعدت كده افكر وقلت يا ترى هو في حاجه؟ يا ترى جه في بالي بقى حاجات غريب. قلت يا ترى هي عايزاني زي ما انا عايزها؟ طب ازاي ابدا معاها الكلام؟ انا كنت حاسس كده من نبرة كلامها ان زي ما يكون هي متضايقه من حاجه، او هي ناقصها حاجه في حياتها، او جوزها مش مريحه في حياتها. بس قلت لا، ما يمكن كل ده بيتهيألي. وبصراحه كنت خايف ادخل معاها في موضوع كده ولا كده تفهم ان انا شخص مش محترم، او تروح يعني تتكلم عليا قدام يعني مراتي وكده. وبعدين قلت في سري ده اخت مراتي، مستحيل يعني ان يجي في بالها حاجه زي كده او يجي في بالي حاجه زي كده. وبعد شويه لقيتها خرجت من الحمام وقعدت في الصالون. فانا قلت لها طيب انا هقوم اعمل لك شاي وتحكي لي بقى مالك. رحت المطبخ وعملت الشاي، ولقيتها دخلت الأوضة وقالت لي هاتي الشاي معاك وتعالى هنا يا أحمد. ورحت ولقيتها قلعت العباية اللي هي كانت لابساها. هي كانت لابسة عباية سمرا وهي طالعة، ولقيتها قاعدة بملابس خفيفة خالص. قلت لها ايه ده؟ ما ينفعش كده، حاولي انك تلبسي حاجة يعني، او حاولي انك تخليكي بالعباية. قالت لي ليه وايه يعني؟ هو انت مكسوف ولا ايه؟ ده انت زي اخويا. قلت لها خلاص خلاص، خدي راحتك اللي انت عايزاه. فقالت اسمعني بقى، ومش عايزاك تقطعني في الكلام، وسيبني اقول كل اللي جوايا. وقالت لي انت عارف ان جوزي محترم صح؟ قلت لها ايوه فعلا جوزك ده شخص محترم جدا. قالت لي بس انا كست مش موجودة في حياته. قلت لها يعني ايه؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ قالت لي في يوم من الايام كنا في القاهرة، وكنت قاعدة مع الحريم عادي جدا، كنت قاعدة يعني مع ستات قاعدين عمالين نحكي ونتحاجة، وفجأة لقيت جوزي داخل عليا وقال لي يلا نمشي. قلت في ايه؟ فبرد عليه عادي، لقيته راح متخانق معايا ومزعق لي جامد وقال لي يلا. انا قلت ماشي يلا مش مهم. المهم مشينا، وانا في الطريق قلت لنفسي يمكن بقى عايزني النهارده وكده. وتهيألي بقى ساعتها ان انا هقضي ليله زي العروسه وكده، وكنت فرحانه قوي وطايره من فرحه ان هو عايزني يعني وطالبني وكده. وصلنا البيت ودخلت الاوضه وظبطت نفسي على سنجة 10 ولبست احلى حاجه عندي، وخرجت وقربت منه، ولقيته فجأة كده قلب وشه علي وقال لي انتي ما عدتيش هتخرجي برا البيت ده تاني. قلت له طب وانا حصل مني حاجة يعني زعلتك؟ قال لي انا قلت كلمة وخلاص. ولقيته سابني ودخل نام في الأوضة تاني، وقعدت طول الليلة قاعدة متضايقة لحد ما نمت خالص ورحت في النوم. وفي اليوم التاني رحنا فرح عند ناس قرايبنا، وكنت بساعدهم في تحضير الأكل للضيوف وكده. وبعد شوية بالظبط لقيت جوزي داخل عليا وبيقول لي يلا يا هانم يلا اطلعي اقعدي فوق وما تنزليش تاني من الشقة. طلعت طبعا وانا منهارة من العياط ومش عارفة انا عملت ايه علشان يشخط فيا ويزعق كده ويعاملني كده قدام الناس بطريقة مش كويسة. ولقيت فجأة اخت جوزي داخلة عليا وبتقول لي مالك يا عروسة؟ قلت لها بطلي الطريقة دي، انت عايزة ايه؟ قالت لي وهي بتضحك انت عارفة جوزك زعقلك وطلعك ليه؟ قلت لها ليه؟ انا علشان كان جاي لك عريس، ودي مش اول مرة، ده في غيرها وغيرها. فقلت لها وهي منهارة وبتعيط اهدي ورواقي كده. راحت بصلي وقالت لي طب ممكن تقولي انا ذنبي ايه؟ رديت عليها بكل تلقائية وقلت لها بصراحة انت ذنبك ان انت جميلة وقمر، وهو علشان كده بيغير عليك. فلقيتها فجأة كده راحت مقربة مني وقالت لي ممكن تاخدني في حضنك يا احمد، انا محتاجة حضنك شوية. فانا يعني اتأثرت بيها ورحت سمعت كلامها زي ما هي عايزت واخدتها في حضني. وفجأة الامور اتطورت بينا بطريقة مش طبيعية لحد ما حصل كل حاجة، وطبعا انتوا اكيد فاهمين حصل ايه. انا دلوقتي بعد اللي عملته معايا ده انا حاسس بالندم، وحاسس ان هي السبب في اللي حصل ده، لاني ما كانش في بالي خالص في يوم من الايام ان انا ممكن ابص لها او اجي ناحيتها. انا مش عارف اعمل ايه واتصرف ازاي. انا حاسس ان انا وقعت في غلط كبير جدا، وانا ماليش ذنب في الغلط اللي انا وقعت فيه ده. هي اللي جرتني للطريق ده، وانا ما كنتش عايزه اعمل ذنب كبير ولا اعمل معصيه كبيره اغضب بيها ربنا. انا حاسس ان الست دي مش كويسه، لكن في نفس الوقت انا مش هقدر اروح اقول لمراتي ولا اقدر اروح اقول لجوزها ان هي ست مش
تمام، بس مش عارف اعمل ايه واتصرف ازاي. انا حاسس ان انا وقعت وقعة كبيرة وغلطت غلطة كبيرة، بس مش عارف اعمل ايه واتصرف ازاي. انا فتحت قلبي ليكم وحبيت ان انا احكي لكم الحكاية اللي تعرضت ليها دي، ومش عارف اعمل ايه. واكيد انتوا ممكن في يوم من الايام تتعرضوا لحاجة زي كده، بس يا ريت تنصحوني وتقولوا لي اعمل ايه. انا هبعد عنها قدر الامكان واحاول ان انا ما اتكلمش معاها واتجنبها، بس شايف ان ده مش حل كفاية، لان هي كل مرة بتحاول ان هي تتقرب مني وتصطادني او تتكلم معايا في وقت انا ما توقعوش. انا مش عارف اعمل ايه واتصرف ازاي، وانتوا عارفين ان انا راجل واكيد بضعف قدام اي واحدة ست، ما انا زي اي واحد. يا ريت تنصحوني وتقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي في المشكلة اللي انا واقع فيها دي.